حاجات مشتركه تسمح ان انا بتلقى منه تليفون، وهذا الرجل عندما يحدثني في التليفون واقسم لك بالله ما بيقولش الو ولا بيقول السلام عليكم ولا بيقول حاجه ابدا. اول جمله تنصحني بايه؟ تصدق؟ عمرك نصحته خد بالنصيحه؟ كتير كتير. عايز اقول لك عدد ايه ده يعني في المعتقلين- مشاكل من اللي حاصله دي انت السبب فيها؟ لا خالص اطلاقا، لا الاعلان الدستوري ولا غيره، انا كتبت الغاء الاعلان مش الاعلان. لا يعني هقول لك موقفين، مثلا موضوع المعتقلين. في كل مكالمه لازم بخرج شويه معتقلين ايام كان في معتقلين كتير. في مره سالته يا دكتور انت هتقضي العيد ازاي؟ فقال لي افكر اروح مش عارف. قلت له مش فين، انا بسال ازاي. فقال لي ازاي؟ قلت له انت قضيت كام عيد في السجن؟ قال لي قضيت كذا عيد. قلت له انا قضيت 9 عيد في السجون من ايام اول مره اعتقلت عندي 15 سنه، قضيت فيها عيدين لغايه اخر حبسه. قلت له عارف احساس المظلوم في العيد؟ قال لي اه. قلت له انت عارف في كام 1000 واحد مسجون على 300 وعلى 500 جنيه؟ قال لي اللي هي صلاه الامانه والشراء بالتقسيط الغارمين والبنك قال لي تعرف تجيب بيانات؟ قلت له اجيب لك بيانات فورا. واشتغلنا في هذا واستجاب ودفع من خزانه الدوله وخرج ناس. تصور ان ده اسعد حاجه حصلت لي بعد الثوره، لاني حسيت ان انا ساهمت ولو بجهد، لو بتذكيره ولو برايي افاد الناس.